الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم في قناه ست البيت. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض كشري. طبعا باسهل طريقه. هنعمل حله حاطط فيها ميه وشويه زيت وشويه ملح، ماشي. وقبل ما ابدا الفيديو عايزه اشكر كل الناس من داخل مصر وخارج مصر على مساعدتهم القناه، وشكرا جدا بجد على الكلمات اللي بتكتبها لي اللي بتساعدني ان انا انزل الفيديوهات، وربنا يوفق الجميع ان شاء الله. بصي يا ستي، انا خلاص كده هنسيب الميه دي تغلي شويه وبعد كده نيجي مع بعض ونعمل ايه. بعد كده الميه غلت اهي. نحط بقى المكرونه، ماشي، سباكيتي. نحط كمان المكرونه اللي هي الصغيره دي خالص، هنحطها بقى ونجيبها، ماشي. بعد ما صفينا بقى المكرونه، انا حطيت الحله هنشفها، احط عليها بقى شويه زيت. ده مطرح المكرونه يا جماعه، ماشي. هنفضي بقى المكرونه احنا سلقناها ونجيبها. بعد ما احنا مفضينا المكرونه طبعا وصفيناها، حطينا شويه زيت في الحله اهي وحطينا عليها المكرونه. بعد ما صفيناها هنحط بقى المكرونه تقلب مع شويه الزيت كده عشان تكون مفلفله معاكي وما تعجنش. حله حطينا فيها شويه زيت حلوين كده. شويه الزيت طبعا دول هنعمل بيهم كل الاكل اللي احنا هنعمله، ماشي. انا عندي بصل اهو عامل شرايح كده، هنحطه كده بالمنظر ده. طبعا تقول الزيت كتير، لا مش كتير، ده هنعمل منه كل الاكل، ماشي. هنقلب بقى البصل لغايه ما اتحمر كده وبعد كده نجيلكم، ماشي. بصوا انا حطيت ريحه سكر ورشه ملح عشان يكرمل البصلايه، ماشي. نقلب كده لغايه ما تحمر. العدس غسلته كويس وبعد كده حطيته في ميه عشان بصوا انا عايزه الحبه نفشت ازاي. طبعا انا عاملاها بقالي كده ربع ساعه، ماشي. هنسيب بقى شويه الميه كده اللي انا حطاهم دول عبال ما اجي اخلص بس البصلايه تتحمر، وبعد كده عشان ناخد منهم شويه زيت عشان نعمل بيهم. بصوا ده مكان طبعا البصل، حطيت فصين ثوم عليهم كزبره، ماشي. وبقلب كده. انا ما بعملش طبعا الكشري ما بعملوش ببصل، انا بعمله بثوم، ماشي، بالمنظر ده كده. لغايه ما التومه كده تتعمل شويه تحمر بالمنظر ده. هنحط بقى شويه خل، انا عندي زيت طبعا مفرزاها، ماشي. المنظر ده كده. كده خلصنا الصلصه، ماشي. تعالوا مع بعض هنعمل بقى مع بعض بقى. هنعمل العدس اللي هو الجبه ده. انا عامله بصلايه، ماشي، شويه الزيت برده اللي هو بتاع البصل، ماشي. انا عايزه برده البصل دي تدبل شويه، ماشي. هنقلبها بقى شويه كده تدبل شويه ونجيب. طبعا حطيت فصين توم برده وشويه كزبره مع البصلايه وهنقلب كده. اول ما البصلايه تدبل شويه هنحط بقى العدس اللي هو الجبه. طبعا انا يعني بوشاه بقالي ربع ساعه كده عشان الحبايه تنفش شويه ويبقى كمان سريع في الطبخ، ماشي. المنظر ده كده. هنجيب بقى العدس، طبعا غسله كذا غسله ونبوشاه. هنقلب بقى شويه كده مع بعض. هنحط بقى الميه ونحط الملح ونجيب. هنعمل بقى الرز. انا حطيت شويه الزيت برده اللي من بتاع البصل، ماشي. وحطيت معلقه سمنه كده بلدي، وحطيت بقى الشعريه، ونقعد نقلب فيها كده لغايه ما تحمر بقى. انا عارفه ان الكشري ده بقى برده في كذا حله، في طبعا اللي هو الاختراع ده اللي هو بتاع الحله واحده ده، بس انا صراحه عشان في ناس بتحب المكرونه، في ناس ما بتحبش تحط على عشر الكشري بتاعهم رز، عشان كده عملت بالطريقه دي. لكن صراحه الافيد اللي هي الحله واحده يا جماعه، توفير في المواعين وفي الجهد كمان، ماشي. نقلب بقى كده. انا طبعا كله ما شاء الله شاطر في الحوار ده يا جماعه، بس البنات المبتدئين انا عايزاهم كده شاطرين، ما يشتروش حاجه من بره لان كل حاجه بقت غاليه، ماشي. نعمل كل حاجه بأقل تكلفه، ماشي. هنقعد نقلب بقى كده في الشعريه لغايه ما تحمر ونجيبها، ماشي. الشعريه قربت تتحمر اهي، نقعد نقلب فيها كده، ماشي.
ما تخليهاش بيضه يا جماعه، لما تكون بيضه الرز بيتلت. ماشي. وبرده ما تحرقهاش قوي برده عشان ما تبقاش مره، بس عايزين بس ايه تدي بس لون ايه الاحمر شويه بس كده المنظر ده كده. كل ما بتكتري بقى السمنه والزيت، بس يعني مش قذاره يعني، كل ما بتاخدي رز مفلفل حلو جدا. ماشي. نقلب بقى كده برضو شويه. اعتقد هو كده بقى حلو كده. هنجيب بقى الرز ونحطه، نقلب بقى كده. احنا عايزين طبعا بنقول احنا عايزين نوفر موضوع اللحمه والفراخ دي يا جماعه. الكشري مش وحش، الكشري دي برضه فيه كذا حاجه، وانا عارفه ان كل حاجه غاليه، بس احنا ممكن ايه الرز برضه لو غالي شويه برضه هنجيب شعريه ونكتر في الشعريه ونحط الرز بسيط، ما نكترش يعني ايه من الرز كتير، نكتر في الشعريه برضه ده توفير. ماشي. متلاقيش قطه رخيصه في السوق، هاتي وشيلي واشتريها وحطيها في الفريزر. رمضان برضه مش هتخسر معاكي، اي حاجه في السوق تلاقيها رخيصه هاتيها وشيلي في الفريزر، مش هيجرالك حاجه يعني، مش هيجرى لهم حاجه لغايه رمضان، ونوفر برضه يا جماعه. ماشي. مع بعض بقى اللي هو الخل والشطه. بص انا خدت معلقه صلصه اللي انا عاملاه، وادي فصين توم هنحط عليهم شويه كمون المنظر ده كده. هنحط كمان خل كده. خلصنا الايه الخل، بس هنحط رشه ملح كده، تحطي رشه ملح بسيط، كمان معلقه كزبره، وهنقلب بقى كله كده كده. خلصنا الايه الخل. هنيجي بقى للشطه. انا حاطه معلقه صلصه، هنحط بقى شطه المنظر ده. نحط برده شويه خل، وهنكمل بقى كوبايه ميه على الشطه، وهنقلب بقى كده كده. خلصنا ايه الشطه كمان، اسهل طريقه اهو. ماشي. طبعا في ناس بتعملها اللي هي بتبقى على النار دي، بيحطوا شويه الزيت وشويه الشطه ويقلبوها، ويحطوا بقى ايه يضيفوا بقى ايه الخل او الميه اللي بيحطوها كده. احنا عملناها ايه على البارد مش على الايه على البوتاجاز كده. بقى الكشري ما شاء الله، بصوا منظره روعه. وادي الصلصه اهي، والف هنا وشفا.